وفاة الفنانة القديرة نعيمة المشرقي التي رحلت عنا بعد مسيرة طويلة ومليئة بالإبداع والعطاء. مرحبا بكم في قناتكم منوعات آدم. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نعيمة المشرقي بدأت مسيرتها في الخمسينات، وكانت أولى خطواتها على خشبة المسرح، ومن بعدها دخلت عالم السينما والتلفزيون بقوة. قدمت لنا أعمالا كثيرة رائعة مثل أفلام الوشم وأحداث بدون دلالة التي ما زالت تعتبر من أهم الأعمال في السينما المغربية. لا ننسى أصلا مسلسلاتها الشهيرة مثل شمس وظلال ونهاية سعيدة اللي خلتها واحدة من نجوم الشاشة الصغيرة بامتياز. لكن نعيمة ما كانت بس فنانة موهوبة، كانت كمان ناشطة في دعم قضايا المرأة وحقوق الفنانين، واشتغلت على تطوير الفن والمسرح في المغرب لدرجة أنها قادت الهيئة العليا للسمع والبصر لسنوات. خلال حياتها حصلت على جوائز وتكريمات كثيرة سواء في المغرب أو على الصعيد الدولي، مثل وسام الاستحقاق الوطني، وكانت دايما رمز للفن الراقي والمتميز. رغم رحيلها إلا أن أعمالها وإرثها الفني سيظل معنا إلى الأبد. رحم الله نعيمة المشرقي، وستبقى في قلوبنا دائما، وعزاءنا لكل أهلنا وإخواتنا في المغرب الشقيق. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.